في حاجات لما بنسمعها بنفتكر إنها فيلم رعب، بس المفاجأة إنها حصلت فعلا في الحقيقة. ومن أكتر الحكايات اللي بتخلي الناس تتجمد من الخوف هي حكايات الناس اللي قرروا ياكلوا بشر. في أماكن معينة زمان كان في قبائل عندها معتقدات غريبة جدا، كانوا لما حد من أهلهم يموت يعملوا حاجة عجيبة جدا عشان يفتكروا الشخص ده للأبد. لكن اللي حصل بعد كده خلاهم يكتشفوا ان الطريقة دي بتسبب مرض خطير وبيأثر على العقل. وفي موقف مشهور جدا حصل سنة 1972، طيارة وقعت في مكان كله تلج، والناس اللي عايشين فضلوا من غير أكل أيام طويلة، فاضطروا يعملوا حاجة محدش يقدر يتخيلها، بس بالنسبة لهم كانت الطريقة الوحيدة عشان يعيشوا. القصة دي اتحولت لفيلم، بس الحقيقة كانت أقسى من كده بكتير. وفي أشخاص للأسف بيكون عندهم أفكار مش طبيعية وبيتسببوا في أذى كبير لناس تانية، زي واحد مشهور في أمريكا كان بيعمل حاجات مخيفة جدا وبيخلي الشرطة تكتشف حاجات مرعبة في بيته. لحد النهاردة الناس مش قادرة تصدق اللي عمله. اللي بيخوف بجد هو إن الإنسان ممكن يتغير في لحظة لما يكون في موقف صعب أو يفقد السيطرة على نفسه. قولولي، لو اتحطيتوا في موقف صعب جدا هتفضلوا على طبيعتكم ولا ممكن تتغيروا؟ لو عجبتكم الحكاية اعملوا لايك وسبسكرايب واستنوني في قصص تانية أغرب وأرعب.